تسمحولي في فيديو النهاردة اعمل معاكم طاجن الرز المعمر بطريقتنا الحلوة الجميلة، لكن هنعمله بالفراخ. طريقة بسيطة وسهلة والطعم في الاخر بيطلع خطير. وبينا يلا على طول على الطريقة. وفي البداية معايا طاسة على النار هحط فيها مكعبين من الزبدة، واول ما الزبدة تسيح هنزل عليها بصدور فراخ مقطعاها لمكعبات متوسطة. بنبدأ نشوح الفراخ كويس جدا مع الزبدة لحد ما تاخد صدمة وتغير لونها. وبعد لما الفراخ تتشوح معايا وتاخد الصدمة الحلوة هننزل عليها ببصلاية مفرومة في الكبة او متقطعة صغير. بنبدأ بقى نشوح البصل كده تشويحتين 3 مع الفراخ لحد ما البصل يدبل حاجة بسيطة معايا. وبعد كده بننزل عليهم بالتوابل، فلفل اسود وكمون وملح وشوية من الكزبرة الناعمة وكمان شوية من البابريكا ونص مكعب من المرقة. يا دوب هنقلب الفراخ تقلبتين 3 كده مع التوابل على النار، وبعد كده الفراخ بقت جاهزة معايا. احنا ما بنسويش الفراخ تسوية كاملة، احنا بنسويها يا دوب بس نص تسوية وبتكمل النص التاني مع الرز. وبعد كده بنجيب الطواجن اللي هنحط فيها الرز بندهنها بالسمنة او بالزبدة، وبعد كده بنجيب الفراخ اللي احنا سويناها نص تسوية وبنحطها في قاع الطاجن بالشكل ده كده. طبعا ممكن تستخدموا صينية ألمونيا او بايركس، مش هتقول لأ، والألمونيا بتبقى حلوة جدا مع الرز المعمر. وبعد كده بنجيب الرز المغسول والمتصفي كويس جدا وبنحطه على الفراخ بالطريقة دي كده. واكيد الكميات دي على حسب الافراد العيلة اللي هياكلوا. كمية الرز اللي انا عملتها عملت 3 كوبايات من الرز. وبعد لما بنحط الرز وخلاص بنسيب شوية فراغ بس في الطاجن علشان لسه هنحط الحليب وهيغلي في الفرن. هنحط بقى علبتين من الزبادي، هنضربهم كده بالشوكة ونحطهم فوق الرز بالطريقة دي كده. وبعدين هنحط كمان مكعبين من الزبدة على كل طاجن وشوية من الزيت. هنبهر بقى الرز بتاعنا بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون وكمان هنحط الملح. واحلى حاجة بقى بتحلي الرز المعمر مع الملح، هنحط معلقة صغيرة من السكر، بتعادل الطعم وبتخلي طعم الرز المعمر جميل جدا. وطبعا لو متوفر عندكم قشطة فتمام هتحطوها، هتخلي معاكم طعم الرز المعمر دسم اكتر. بنحط الحليب والكل كوباية رز كوبايتين من الحليب. بنقلب بقى الرز كويس جدا من تحت لفوق تقلبتين 3 كده. بناخد بقى الطواجن الحلوة بتاعتنا دي ونحطها على صينية ألمونيا علشان اللبن لما يغلي ما يبهدليش الدنيا في الفرن، فهيبقى غسيل الصواني أسهل بكتير من غسيل الفرن. هتدخل الفرن مسخن مسبقا على 200 مولع من تحت ومن فوق. اول ما الطواجن تاخد لون حلو كده من فوق هنطفي الشواية ونسيبه على نار متوسطة يستوي براحته خالص من تحت. وطبعا لو بتحبوا الرز المعمر يكون ماسك نفسه اكتر ومعجن كده شوية ممكن تزودوا له شوية من الحليب، لكن احنا بالنسبة لنا الرز كده تمام مفلفل كده وطعمه تحفة. والفراخ مخليه الرز المعمر طعمة، يعني اوعدكم لو جربتوه بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه الا بالطريقة دي. فظيع يا جماعة بجد وطعمه خطير. ما تنسوش بقى تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.